ركاز لتعزيز الأخلاق تقدم الحملة 12 تحت شعار تقديرا لذاتي أعلنت احترامي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخوكم المركز الخياط خالد سليمان المقبل، أحد أعضاء حملة ركاز في دانمول في مدينة ينبع الصناعية. طبعا حابين نتكلم ونديكم فكرة يعني عن ركاز وهدف ركاز وايش تعني ركاز وايش تقدم ركاز للمجتمع. تفضل خالد. ركاز هذه جمعية لتعزيز الأخلاق. احنا كمسلمين في عندنا أخلاق حميدة، أخلاق حلوة، أخلاق بسيطة تسوي في النفوس أشياء كثيرة تخلي الفرح يدخل على أي شيء، على أي كان، سواء مسلم أو غير مسلم. فبهذه الأخلاق بإذن الله نبغى نفتخر بالدين الإسلامي وننشر الدين الإسلامي عن طريق هذه الأخلاق، كيف الابتسامة، كيف إفشاء السلام بيننا، الأشياء اللي حتى علينا الإسلام فيها. فإحنا متواجدين هنا في دانا ومعنا هذا الكتيب وهذا المنشور ننشره للجماعة. طبعا الباكج هذا على قولهم يحتوي على السي دي ده يحتوي على بعض الأناشيد، وفي قصتين، قصة للشباب وقصة للفتيات، قصة أنا وجارتي للفتيات وقصة مفصول للشباب أو يعني الذكور يعني عموما. عندنا هذه يعني بطاقات تتكلم فيها جمل جميلة عن التقدير والاحترام، تحتوي على مجموعة كبيرة من البطاقات يستفيد منها إن شاء الله اللي ياخذها. هذه فكرة الباكج ككل، يعني فكرة بسيطة بحيث انه توصل الهدف وتوصل الفكرة للمجتمع. ايضا في عندنا منشورات هذه وملصقات تلصق على السيارات. طبعا في عندنا لجنة ايضا من شباب متطوعين في مدينة ينبع الصناعية يدوروا في الشوارع يشوفوا احترمت قواعد المرور، ما قطعت اشارة، وقفت صح، ما اخذت لك موقفين زي بعض الناس الله يهديهم برا. فبهذه المنشورات ان شاء الله حناخذ اسمك ورقم جوالك ونتصل عليك باذن الله. في كل يوم اربعاء حيكون لك جائزة قيمة هتيجي ان شاء الله تستلمها من هنا من الدانا وتحضر معنا فعاليات المهرجان كل يوم اربعاء وكل يوم خميس. حيكون معنا مشايخ كبار وعلماء كبار حيتكلموا عن تقدير الذات وتعزيز الاخلاق. وختاما نتمنى انكم يعني تشرفونا بزيارتكم لنا في برنامجنا. طبعا برنامجنا مدته شهر كامل، حتكون من يوم الربوع اليوم الخميس، يومين في الاسبوع، يعني مكثفين فيها البرنامج ان شاء الله ان يعني نقدم فيها اكبر قدر واكبر يعني كم من الفائده للمجتمع. حيكون البرنامج طبعا في بوابه رقم 4 في اللي هي بوابه المطاعم في دانمول. نتمنى انكم تزورونا وتشرفونا وتستفيدوا من اللي نقدمه، والله يحييكم. وننشر اخلاقنا كمسلمين في انحاء العالم. في عام 2020 باذن الله حنكون غطينا العالم. في عام 2020 باذن الله غطينا العالم كامل بنشر اخلاقنا وتعزيز اخلاقنا في جميع انحاء العالم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.